لأنه هناك تورط كبير خلال سنوات التسعينيات. وكما لا يخفى على الجزائريين أنه آنذاك العسكر فتح محتشدات في 11 مركز في الصحراء الجزائرية، وهذه المراكز قريبة جدا من أماكن أو على الأرض التي أقيمت فيها التجارب النووية. 18,000 أو يفوق جزائري تم اعتقالهم ووضعهم في المحتشدات في الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، فضيحة من العيار الثقيل. النظام العسكري تتفرش جمعية إشعاع الحقوقية تضبط وتتأكد بأن النظام العسكري ثبت بأن ما بين سنة 1992 و 1995 دا 18,000 ديال الجزائريين ودار مواضع ديال التجارب النووية اللي خلفتها فرنسا، ومن بعد كلهم يتصابوا بالسرطان. مشاهدي الكرام، خليكم تشوفوا هذا الملف والآثار اللي جات من موراه وكيف الأمور غادة في هذا السياق. مشاهدي الكرام، في آخر فيديو إن شاء الله نتلاقاو. أي متلقي لما يكون سمع الرئيس تبون قال الكلام هذا بتلك النبرة ويقرأ هذا المقال فيفهم بأن الجزائر هي التي سعت إلى الدفع مساءلة الطرف الفرنسي، بالرغم من أنك قلت أنت وورد أيضا في المقال بأن القضية قضية لدى مقررين وراءها منظمات حقوقية، والرسائل وجهت إلى الطرفين وحتى الجزائر لم ترد. المتوقع بعد هذا التصريح اللي صرح به تبون في آخر لقاء يوم 5 أكتوبر مع الصحافة، وكذلك في ظل هذه الظروف وطبيعة العلاقات اللي نعيشوها ما بين الجزائر وفرنسا، الكل كان يتوقع أنه سيكون فيه رد سريع من طرف السلطات الجزائرية وتفاعل جدي مع هذه الآليات، أو ربما يكون فيه رد. لكن مع الأسف الشديد تفاجأنا إلى هذه الساعة أو قبل دقائق من مشاركتي الآن تصفحت موقع مجلس حقوق الإنسان، لعل وعسى أنه كان بعد هذا المقال الذي جاء في الصفحة الأولى على جريدة الخبر، لعل وعسى أن يكون فيه رد يعكس مدى جدية السلطات الجزائرية وتبون في التعامل مع هذه الآليات والمضي قدما ربما من أجل حل هذا الملف. لكن مع الأسف الشديد لم نلقى أي رد. هذا الشيء أو ربما هذا التعامل مع الملف يعكس شيء واحد، وهو أنه كل هذه الخطابات هي مجرد ربما من أجل خطابات شعبوية من أجل الجمهور، لكن في المقابل عمليا أو ربما تكون هناك إرادة سياسية في التعامل مع هذا الملف غير موجودة تماما. لكن تجاهل منظمة شعاع خاصة في جريدة الخبر، هناك بعض الصحف التي تناولت هذا البيان الذي أصدرناه منذ شهر وهذه الرسالتين التي تم إصدارها من طرف المقررين، ذكروا منظمة شعاع لكن لم يذكروا المساءلة التي أرسلها المقررين إلى الحكومة الجزائرية ومدى مسؤوليتها كذلك في الملف. لكن الخبر تعمدت ربما عدم ذكر الجهة وقالت أنه أنه ما زالت الجهة غير معروفة من هي التي حركت هذه القضية. هي عندها تفسير واحد، لأنه باعتبار منظمة شعاع، لأنه مع الأسف الشديد بالرغم أنه منظمة شعاع أنه تعمل على الملف الحقوقي بحس وطني بحس حقوقي دون أي خلفية، وخاصة فيما يخص هذا الملف الذي يعتقد أنه يجتمع فيه كل الجزائريين وليس ربما حكرا على معارضة أو موالاة. لكن مع الأسف الشديد لقينا أن السلطات لم تتفاعل بشكل جدي مع هذه الآليات. لكن في 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 في
التعامل مع هذا الملف بشكل خاص وتجاهل منظمة شعاع هو يعبر عن شيء واحد، بأنه يعرفون أن منظمة شعاع هي مهتمة بشكل أكبر مع حول الملف الحقوقي، وخاصة ما يعيشه الجزائريين من انتهاكات حقوقية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولهذا هم ربما أنه عندما يذكرون منظمة شعاع مباشرة أنه جميع الجزائريين يتجهون إلى ربما للبحث على نشاط ومدى فعالية هذه المنظمة وما هو الشيء الذي تصدره من تقارير أو بيانات، فتلقائيا يلقون أن منظمة شعاع هي تسلط الضوء بشكل كبير على الانتهاكات التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المواطنين. أستاذ رشيد، نعم. بحديثك عن الردود وتأخر الردود، ربما الطرف الفرنسي يفهم بأنه سيتماطل في الرد بالنظر إلى أن القضية قضية يعني لسنوات والجزائر تتحدث فيها ولم يكن هناك رد. لكن الغريب هو بالنسبة للطرف الجزائري، وقبل أن تجيبني عن السؤال لماذا يعني في تقديرك السلطات الجزائرية لم تسارع للرد على المقررين، لعل الملف يتحرك ويكون ورقة ضغط، نسمع للرئيس تبون والذي كان أيضا قال ما معناه في خرجته الأولى في بداية العهدة الثانية، لم يجزم بأن فرنسا ترفض قضية فتح الملف أو التعاون، بل قال كلام يعني حمل أوجه. نسمع ما قال الرئيس تبون ثم نعود إلى الأستاذ رشيد عوي. سترفض تنظيف هذه المناطق اللي كانت فيها تجارب نووية وكيميائية. أنا في 62 عام استقلال، 62 عام مفاوضات، خطرة يقول لك نجوع، خطرة يقول لك ما نجوع، خطرة يقول لك أنا نحاولوا نزيدوا في الميزانية، خطرة هذه خطرة هذه. هذا هو الصح. ما فيش جديد في هذا الملف؟ ما في حتى جديد، في حتى جديد. نتمنى، احنا كنا دايرينها كنقطة خلال الزيارة اللي كانت تتحضر، كان نقطة واتفاق نهائي باش يبدو باللي الأقلية نتاع المتطرفين تغلبت. إذن أستاذ رشيد، تبون كان في تصريحه هذا في بداية العهدة كان قال ما معناه بأن هناك تماطل والأمور مش واضحة وتقريبا برا حكومة أو سلطة ماكرون، وأشار إلى أنه في أغلبية متطرفة. في تقديرك هل تصاعد الأحداث الآن الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا ستعقد من هذا الملف ولن يكون ملفا تاريخيا كما قال الرئيس تبون أنه كان فصل فيه؟ اثنين، لماذا لم تسارع الجزائر في الرد واستعماله ما دام في مشاكل الآن بين الجزائر وفرنسا كورقة ضغط إضافية؟ هو في اعتقادي أنه طبعا هي الأمور مربوطة ببعضها، ومن خلال ربما تفاعلنا وتعاملنا مع بعض منظمات دولية وبما فيها حتى المنظمات الفرنسية المناهضة للتجارب النووية والمناهضة للتجارب التي قامت بها فرنسا في بعض الدول بما فيها الجزائر، يبين أنه فيه ربما مرونة حتى مع الجهات الفرنسية، أو ربما أنه لعل وعسى أنه يكون في انفراج. لكن مع الأسف الشديد أنه العائق الأكبر ربما من طرف السلطات الجزائرية، عندما نرى أنه هناك ناشطين مختصين في هذا الملف أو يحاولون رصد الحالات أو رصد الأشخاص الذين تضرروا بهذه الإشعاعات، أنه مضيق عليهم، أنه العراقيل ربما تأتي بدرجة أولى من طرف وزارة المجاهدين أو من أجهزة الأمنية، يعكس شيء واحد، أنه هي السلطة هي لا تريد أن يكون هناك حل لهذا الملف، بل أكثر من ذلك، أنه كما قالت كما كثير من المصادر التي تكلمت على أن الموضوع وفي طبيعة العلاقات
الجزائرية الفرنسية. كما لا يخفى على أحد أن ملف الذاكرة وملف التأشيرة كلها كانت من أجل مناكفة سياسية وليست من أجل حل أو ربما لمصالح دولة أو مصالح مواطنين الجزائريين. عندما نرى ربما في المقابل خلال هذا الأسبوع في تصعيد في توتر العلاقات وربما صناعة ربما حتى سيناريوهات بايخة بالمصطلح الشرقي، خلال السيناريو اللي شفنا أنه فيه ربما شاب يعترف بأنه فيه مخابرات فرنسية تعمل على زعزعة استقرار وإلى غير ذلك. لكن في المقابل هناك ملفات يعني موثقة ورسمية وجد قوية على مسألة على مستوى الأمم المتحدة، لكن لا تتفاعل معها السلطات الجزائرية. هنا يطرح تساؤل، والسؤال هو في اعتقادي أنه الجزائر في نفسها والسلطات الجزائر في نفسها هي متورطة كذلك في هذا الملف، وخاصة في هذه النقطة أستاذ رشيد بعد إذنك في هذه النقطة فقط وخليك تكمل الفكرة كسؤال أخير. يعني هل هناك فرق ما بين أن الجزائر وفرنسا، يعني الجزائر تضغط على فرنسا لفتح الملف وبالتالي سيفتح في إطار ما، هل هناك فرق بين هذا وبين أنه يكون فتح الملف أمام مقررين أمميين؟ وانت تعرف أنه منطقة التجارب النووية استغلتها فرنسا وأيضا استغلتها السلطة في التسعينيات. نعم، وهذا الموضوع هو حل الملف لو كانت هناك في إرادة سياسية من طرف السلطات الجزائرية. في اعتقادي طبعا مسؤولية السلطات الفرنسية بإعطاء ربما الخرائط لتجاربها النووية والنفايات النووية في الصحراء الجزائرية، لكن في مسألة إعادة الهيكلة وضبر وربما تنقية الأماكن التي تمت فيها التجارب في كثير من الحلول، يعني على غرار ربما المعاهدة الأخيرة لحظر الأسلحة النووية اللي وقعت عليها الجزائر لكن لم تصادق عليها، أنها كل هذه تصب في أنه في تعاون دولي من أجل تنقية هذه الأماكن، لكن بقي الملف وكأنه فقط من أجل مناكفة سياسية لا غير وليس للحل. لكن الإشكال الكبير الذي ربما الآن بدا جليا أنه السلطات الجزائرية أو النظام الجزائري لماذا لم يمشي في حل مع هذا الموضوع، لأنه هناك تورط كبير خلال سنوات التسعينيات، وخاصة في مرحلة ما بين 1992 إلى غاية نوفمبر 1995. وكما لا يخفى على الجزائريين أنه آنذاك العسكر فتح محتشدات في 11 مركز في الصحراء الجزائرية، وهذه المراكز قريبة جدا من أماكن أو على الأرض التي أقيمت فيها التجارب النووية. 18,000 أو يفوق جزائري تم اعتقالهم ووضعهم في المحتشدات في الصحراء، والأكثر من ذلك حتى بعد سنوات من خلال سنة 1992 و 93 11 مركز تم غلق 8 مراكز، لكن تم إبقاء 3 مراكز في الأماكن في وادي الناموس وفي رقان وعين مقل. هذا يعني أنه حتى النظام الجزائري هو كذلك متورط، أو أكثر من ذلك أنه ربما فرنسا عندما قامت بهذه التجارب كانت ربما الأماكن التي أقيمت فيها التجارب كانت بعيدة كل البعد على السكان، لكن النظام الجزائري خلال مرحلة التسعينيات أخذ مواطنين فأكثر من 18,000 مواطن جزائري فقط لأنهم كانوا متعاطفين أو منتمين إلى حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ووضعهم في أماكن تمت فيها التجارب النووية، وأدى ما أدى خلال هذه المرحلة. وكما رأينا كثير من الحالات وكثير من الذين توفوا بسبب السرطان بسبب هذه الإشعاعات النووية، لأنهم كانوا محتجزين في هذه المناطق. وهذا ربما التفسير الوحيد لتماطل السلطات في التعامل مع الآليات الأممية، لأن المسؤولية تكون عليها بشكل أكبر من مشاهدي الكرام، فرنسا يعني دارت تجارب نووية
واحد الوقيته وكانوا بعاد على الجزائريين. لكن من بعد الجزائر بغات تضغط على فرنسا بان اجي نطفي ليا هذاك الشيء اللي درتي في التجارب النوويه. فيعني فرنسا بقات تماطل، لكن الجزائر خافت تحل هذا الملف وتورط هي اكثر من فرنسا. اعضاء مدير منظمه الشعوب الحقوقيه وتيأكد ان الجزائر علاش ما بغاش يعني تخلي يعني مسؤولين امميين يجوا يشوفوا هذاك الملف ويحلوه ما بين فرنسا والجزائر، وجات تنظف وخافت قال لك يعني النظام العسكري يتورط في هذيك القضيه لما جاب 18,000 ايام العشريه السوداء، وجاو حطهم تما وحل 13 يعني مركز للتعذيب ولسجن الجزائريين. علاش؟ ان كانوا عندهم ميل لجبهة الإنقاذ الجزائرية. مشاهدي الكرام، فتتكون يعني خبر مزلزل يعرفوا الجزائريين، يعرفوا بأن علاش النظام ديالهم ما بغاش يخلي أمميين يجيو يشوفوا يعني هذاك المناطق اللي تعذبوا فيها يعني جزائريين بريئين، وحطهم النظام هو تعرف أنها موضع يعني ممنوع تحط فيها يعني تحط فيها شي بشر ما لحقاش فيه اشعاعات وغير منظفه. مشاهدي الكرام، والفيديوهات لاحقه ودمتم في حفظ الله.